اليوم جيت وياكم فيديو جديد من قلعة المرحوم موسى المعماري اللي موجودة بلبنان. تعالوا اشوفكم الشغلات اللي بداخلها ويا هلا والله باهل العراق. اول ما صار قدامه هذا يذكرني بقصة جحا، انتم سامعين بها لو لا؟ واخيرا لقيت السياح، انتم هم ماكلينه. تعمل سياح اللي نحن بنقول له خبز التنور. طبيعة الخبز اللبناني كلش يختلف عن الخبز العراقي وهواي اكو فرق، وخبزهم همين مو حار. لقيت هذا الصف اللي بيه هواي طلاب وطيه هذا المعلم ضاربه كان معلقه على الحايط. يكتبونها صراحة انتم بالمدرسة هم كاتب لكم المعلم لو لا؟ وبعدها شفت هاي ادوات الحلاقة القديمة وحلاقة ايام زمان وجيل الطيبين، والعلاس ماخذ له صفنا ويباوع عليهم. على طار الحلاقة يكتبونها الصراحة مزينون ايش قد تعطون فلوس الحلاق. وهذا الطفل الموجود هنا يم التنور ثاني امه تخلص خبز مود ياكل له وحده مكسبه لو ياكل الحنايه. انتم كنتوا صغار تسوون هاي الحركه لو لا؟ هذا اكثر واحد مستفاد، هو قاعد والفلوس تمطر عليه. وهذا هنا الرجل الربضاي اللي هو العقيد ابو شارع اللي يمثل وموجود بمسلسل باب الحاره، ولقيت هاي المحابس وهواي الشغلات والعديد من الاحجار الكريمه. وكانت موجوده هاي السياره الملكيه اللي هي كلش قديمه، ولقيت هذا المدفع طار شهر رمضان. وما اريد اطول عليكم الفيديو، اعطونا لايك وانتظرونا الجزء الثاني وجوله جديده بلبنان.